السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على اخواتي اصحابي اللي برا مصر وجوه مصر، تحياتي ليكم. طبعا مننساش شعارنا اللي بيحبنا يشترك عندنا. معانا النهارده مواضيع كتير طبعا جدا جدا. أول موضوع معانا النهارده طبعا كابتن محمود الخطيب، ألف طبعا سلام عليه، طبعا أسطورة الكرة المصرية. اتكلم على لجنة التخطيط لشراء محمود حسن تريزيجيه، وكيل أعماله مرحب. بس في مشكلة، إن الأهلي مش هيعرف يجيب محمود حسن تريزيجيه في يناير اللي جاي، هيجي في شهر 5 عشان كأس العالم. ناس كلها تقول لك ده هيجي في يناير، لا هو مش هيجي في يناير. هو كلام الأهلي بيتكلم مع فريق إنه اشتريه إن شاء الله هيجي في شهر 5. وإن شاء الله أحمد عبد القادر برضه هيجي في شهر 5. احمد عبد القادر وديانج ومحمود حسن تريزيجيه دول اول مرشحين للنادي الاهلي عشان خاطر كاس العالم. دول اهم ثلاث لعيبه. وطبعا في الاهلي بيخلص في اتنين مهاجمين وواحد جناح، طبعا مش عايز يقول عليه دلوقتي ورا ما يخلص، عشان خاطر كاس العالم للانديه. طبعا انتوا عارفين كاس العالم في امريكا، الاهلي بيدعم عشان كاس العالم. اما بخصوص علي معلول طبعا كولر قال لك اديله فرصه لسه شويه، اما يرجع لمستواه هيبين بقى. خاطر لا يلعب هو اساسي، لا يحيى عطيته لاعب اساسي لسه، طبعا لسه الايام اللي جايه. علي معلول طبعا داخل في الشفاء لسه، مش عارف ايه اما يلعب هيبان ايه قوه علي معلول. لأن طبعا يحيى عطيته طبعا لعيب كبير، بس كولر عايز قوه هجوميه، لان يحيى عطيته الله ما بيدافعش زي علي معلول. طبعا ده بخصوص علي معلول. اما طبعا الاهلي في اربع لعيبه هيمشوا من النادي الاهلي خلاص نهائي. كريم نيدفيد، اللهم صل على سيدنا محمد. يوسف ايمن، طبعا كنتوا على قبل كده، يوسف ايمن وكريم نيدفيد. رضا سليم، بريستاو اي عرض هيجيله بالسلامه. الاهلي اصلا خلاص رمى توبته. اما رضا سليم في فريقين عايزينه، الجيش الملكي والرجاء المغربي. طبعا الاهلي اتفق معانا ايه خلاص هيمشي. دول الاربع لعيبه اللي ماشيين. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انتوا عارفين ان مصطفى شوبير مصاب، طبعا ما لعبش الماتش اللي فات، وطبعا هيسافر مع الاهلي في قطر. طبعا برده مش هيلعب لان هيقعد اسبوعين. هيلعب ان شاء الله ماتش بلوزداد يوم 26 11. طبعا انتوا عارفين ان الاهلي مسافر ان شاء الله يوم الثلاث قطر. بخصوص ماتش يوم الثلاث، الاهلي كان المفروض يلعب انبي في كاس الرابطه. طبعا ايه الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، طبعا الاهلي كلمه عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد، عشان ماتش الرابطه. وطبعا الماتش اتاجل لاجل غير مسمى، ما تحددش لحد دلوقتي الماتش. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الاستاذ ايمن الشريعه قال لك انا بدعم النادي الاهلي عشان بيلعب باسم مصر وبيلعب بالكره المصريه وبطل الكره المصريه. طبعا انتوا عارفين ان الاهلي مسافر يوم الثلاث الى الدوحه، طبعا عشان خاطر ملاقات بطل امريكتين اللي هو بطل امريكا الشماليه باتشوكا، وبطل امريكا الجنوبيه اللي هو بولتا فيجو البرازيلي. طبعا الماتش هيتلعب يوم الاربع، طبعا يوم 11. يعني طبعا هستنى اللي يكسب فيهم عشان هيلعب على استاد 974 في قطر. وطبعا انتوا عارفين ان شاء الله اما يكسب ان شاء الله يعني ويرفض الكاس، هيلعب النهائي مع ريال مدريد يوم 18 12 ان شاء الله. يعني الاهلي يكسب ويفرح الناس كلها وياخد الكاس. بطل الامريكتين يبقى ايه الاهلي كاس، يعتبر بطل ثلاث ارباع العالم ان شاء الله. طبعا يلعب ريال مدريد ويعمل مفاجاه طبعا ان شاء الله. يا رب احنا طبعا كل الدعم للنادي الاهلي عشان خاطر ايه يفرح جماهير الكره المصريه ويفرح طبعا الشعب المصري. طبعا الاهلي بيلعب باسم مصر واحنا كلنا ورا النادي الاهلي ان شاء الله. في خبر صغير عايز اقول لك عليه دلوقتي. وكيل اعمال استاذ احمد يحيى مرحب وكلم اللاعب حمدي فتحي ان هو يجي الاهلي في كاس العالم للانديه اللي هو في شهر 5. طبعا هيجي للملاقات اللي طبعا هيجي في شهر 5 عشان يلعب يتدرب مع الاهلي ويسافر مع الاهلي في كاس العالم للانديه في امريكا. واللاعب مرحب قال لهم انا طبعا تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه، بس يخلصوا مع الفريق اللي قطر وانا طبعا هاجي. وطبعا هو مرحب وكل الناس مرحبه ان عوده حمدي فتحي، طبعا اضافه قويه للنادي الاهلي. حمدي فتحي طبعا لا خلاف عليه. طبعا الاهلي كده بيدعم صفوفه كلها. طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد، ما صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
طبعا نتكلم طبعا على نادي الزمالك، التعادل المهين اللي طبعا طبعا الجماهير كلها جات لها سكر امبارح وضغط بسبب الماتش بتاع الزمالك امبارح. الزمالك طبعا حط جونين في ماتش انيمبا، والناس كلها فرحت بصراحه. انا كنت فرحان لما حطوا جونين في اول 41 دقيقه. وطبعا عواد باع ارض الكوره دخلت، راحوا اللعيبه طقشوا ببعض زي البيض. طبعا الجون طبعا ما يخشش في فرقه درجه تانية. يا عم عواد ايه اللي خرجك من الجون يا عم عواد؟ انا مش عارف اللي خرجك من الجون بصراحه، انا مش عارف. وطبعا السيتي ده والزمالك اتعادل. فرقه طبعا يعني انيمبا ضعيفه جدا، وبتلعب طبعا ما حط فيك جون تمعن فيك اكتر. ولما تيجي هنا في القاهره تتعب تطمع فيك اكتر، لان انت اديتها فرصه ان انت ضعيف. مع انك انت تهاجم مش عارف. الزمالك تراجع ليه انا مش عارف. الفرقه وقعت بدنيا. دونجا مفيش. طبعا زيزو ابو 100 مليون ولا 150 مليون، مفيش زيزو خالص، ولا رفعه ولا بصه ولا شوطه خالص. الزمالك تحس انه وقع بدني، مفيش اي تكتيك، مفيش لعب. بس جون لما دخل في اللي هو الاولاني دوت بتاع عواد، الناس كلها استغربت، بس انا مش عارف. طبعا المصري تعادل امبارح برضه 1-1. يعتبر كل الفرق كلها اتعادلت. الاهلي تعادل وبيراميدز تعادل ومصر تعادل والزمالك تعادل، كل فرق مصريه تعادلت. الاهلي طبعا اول المجموعه، الزمالك برضه اول المجموعه، وماتش جاي مع المصري يوم السبت رايح جاي ذهاب وعوده في برج العرب. وطبعا اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا نرجع تاني على اخبار النادي الاهلي. كل اللعيبه مسافره كلها ما عدا لاعبين، يوسف ايمن وكريم نيدفيد. الاهلي خد المصاب بس مصطفى شوبير. طبعا خده عشان خاطر ايه؟ طبعا مصطفى شوبير مصاب، والاصابه بتاعته تقعد اسبوعين. ممكن يلحق ماتش بالازداد وممكن ما يلحقش، اللي هو بتاع التاني مش الاولاني اللي هو 26 11 26 12 اللي يلحق اللي ما يلحقش. بس الاهلي طبعا واخده، بس باستثناء اتنين دول الاهلي ما خدهمش. دي طبعا كانت اخبارنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.